أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من المسرحجي، والحلقة النهاردة بعنوان التمثيل مش تسميع، كيف تقرأ ما بين السطور. في مقولة بتقول إنه الكاتب بيألف الكلمات، لكن الممثل بيألف الأفكار اللي ورا الكلمات. أكبر غلطة بيقع فيها الممثل المبتدئ هي إنه بيتعامل مع النص على إنه واجب لازم يتحفظ ويتقال. الحقيقة النص كأنه جبل تلج عايم في المية، 10% بس منه هو النص المكتوب، و90% ما بين السطور مش باين، ده اللي نازل تحت المية، وده شغلك انت. النهارده هقولك على 3 تقنيات تخليك تقرا ما بين السطور وتحول الورق ده للحم ودم. النصيحة الأولى: ماذا تريد الشخصية الآن؟ دلوقتي الشخصية عايزة إيه؟ ابحث عن الفعل وليس القول. الناس في الحقيقة نادرا ما بيقولوا اللي بيقصدوه بشكل مباشر. لما تيجي تقرا مشهد ما تسألش نفسك الشخصية بتقول إيه، اسأل نفسك الشخصية بتعمل إيه بالكلام ده. يعني مثلا لو في ولد وبنت قاعدين في أوضة والبنت قالت له الجو حر قوي هنا، ممكن يكون المعنى الحرفي انه الجو حر فعلا، لكن ما وراء السطور ممكن يكون حاجات تانية كتير. شايفك اللي انت بتفكر غلط، ممكن تكون مكسوفة، ممكن تكون عايزاه يفتح الشباك، او ممكن تكون متوترة وعايزة تمشي، او ممكن تكون بتحبه ومكسوفة، او ممكن حاجة تانية خالص، ممكن تكون بتحاول تفتح معاه كلام لانها معجبة بيه وبتحاول تجرجره في الكلام. التدريب: خد اي جملة في النص وحاول تستبدلها بفعل. انا بهددك، انا بستعطفك، انا بحاول اغريك. ده مفتاحك الاول. النصيحة التانية بقى اسمها اكتشف السر. قاعدة ذهبية: الدراما هي صراع، وعشان يكون في صراع لازم بيبقى في حاجات مستخبية. وانت بتقرا دور الشخصية خايفة تقول ايه. هل هي بتعلي صوتها عشان تثبت قوتها ولا عشان تداري خوفها؟ هل هو بيضحك بصوت عالي عشان مبسوط ولا عشان يداري احراجه؟ قراية ما بين السطور معناها انك تدور على نقاط الضعف اللي الكاتب ما كتبهاش بصراحة. لو قدرت تمسك خوف الشخصية في المشهد ممكن تقول الجملة ب1000 طريقة مختلفة ومؤثرة غير الطريقة التقليدية المتوقعة. النصيحة الثالثة: علامات الترقيم هي خريطة مشاعرك. احترم الصمت وعلامات الوقف. كتير من الممثلين بيجري في الكلام كأنه عايز يخلص. هارولد بينتر الكاتب المسرحي الكبير كان بيقول إنه الصمت في النص المسرحي أحيانا بيكون صرخة. لما تلاقي نقطة دي اللحظة اللي الشخصية خلصت فيها فكرة وبتشحن لفكرة جديدة. لما تلاقي صمت أو بوز دي لحظة تفكير، لحظة تردد، لحظة إدراك لحقيقة مؤلمة. ما تعديش العلامات دي، اقرا الفراغات البيضاء اللي ما بين الكلام، لأن هو ده المكان اللي بيظهر فيه لغة جسدك وتعبيرات وشك الحقيقية. السيناريو مش مجرد حبر على ورق، ده خريطة كنز، ودورك كممثل إنك تحفر عشان تطلع الذهب. دلوقتي هنلخص الحلقة اللي احنا قلناها. احنا قلنا 3 نقط. أول نقطة: ماذا تريد الشخصية الآن؟ تاني نقطة: اكتشف السر. تالت نقطة: علامات الترقيم هي خريطة مشاعرك. ودلوقتي ممكن تشاركني في الكومنتات ايه أصعب جملة واجهتك في نص وما كنتش عارف ايه المقصود وراها. أنا نزيه المصري، وده كان برنامج المسرحجي. سلام.